نهر دجلة أكبر مكان به نفايات بلاستيكية؟ فأحب أقول لك أنت غلطان. جزيرة بشمال المحيط الهادي عبارة عن نفايات بلاستيكية، أكثر من 97 ألف طن من البلاستيك متجمع بمنطقة تغطي مساحة 1.6 مليون كيلومتر مربع، يعني أكبر من ألمانيا ب4 مرات وأكبر من فرنسا ب3 مرات. والكارثة إنه هاي الجزيرة تزيد ب16 مرة عن ما تم تقديره سابقا، ووزنها يعادل وزن 500 طائرة جامبو. يحاولون العلماء للوصول لحل التخلص من البلاستيك، ونجحوا علماء سنغافورة بتطوير أمعاء دودية اصطناعية تقدر تاكل البلاستيك. قدروا علماء من جامعة نوتنغهام عزل البكتيريا المحللة للبلاستيك من أمعاء الديدان، وسووا نظام اصطناعي يسرع عملية التحلل. عسى ولعل بعد هذا التطور نتخلص من النفايات البلاستيكية من خلال توفير صديق بديل للبيئة لطرق التخلص التقليدية عكس العمليات الكيميائية. وهسه انتم قولوا لي شنو البديل الأنسب للتخلص من النفايات؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.